أهلا وسهلا بحضراتكم على قناتكم قناة باسم سمير بتاع تصدير. أولا أفكركم ده فاضل 62 ساعة على نهاية 2025. يمكن احنا كنا امبارح اتكلمنا على كذا جزئية وان انت لو مستثمر، المبادرة بتاعت 2026 مبادرة يلا بزنس ممكن ازاي تبقى مفيدة ليك، خصوصا لو انت مستثمر جديد او لسه حابب ان انت تدخل الاستثمار. غالبا ممكن تكون انت حضرتك او حضرتك يعني ممكن تكون كنت عامل وديعة في البنك قربت انها تتفك او اوريدي اتفكت. البنك ما بقاش هو المكان اللي جايب همه بالنسبة لك، حابب ان انت تاخد يعني جزء من الريسك او جزء من المخاطرة وتبدأ تشوف الدنيا هتبقى عاملة ازاي. طيب، ممكن تبدأ ازاي؟ وليه ممكن قرار ان انت تبقى بتفك وديعة او بتستناها لما تخلص، خصوصا لو وديعة من الودايع اللي كان العائد بتاعها كبير، يعني فوق 20%. دلوقتي اي حد بيعمل وديعة او شهادة جديدة بتتكلم في رينج 20%، خصوصا بعد القرار اللي كان يوم الخميس اللي فات من البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة. طيب، سي ان انت دلوقتي معاك، زي ما كنا قلنا المثال دوت يمكن امبارح، انت دلوقتي معاك مثلا نقول 100,000 جنيه. طيب، 100,000 دول لو في البنك، واحنا اهو في ديسمبر 2025، لو ان انت معاك 100,000 دلوقتي وحطيتهم في البنك زي دلوقتي في 2026، في ديسمبر 2026 هتبقى بتاخد 100,000 دي 120,000. تمام تمام ماشي. طيب، لو ان انت 100,000 دي هتبقى بتاخدها في شهر مارس ما بين 135 ل140,000، ده كويس ولا وحش؟ طب ده مارس. طيب لو يونيو هتبقى بتتكلم في ان 135,000 دول انت هتاخدهم في يونيو، هيبقوا مثلا في حدود 160,000. طب حلو الكلام. طب لو في سبتمبر